السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني، انا شيماء من قناة وصفة ومعلومة مع شيماء. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل وصفاتنا الجميلة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفراخ القمر اللي انتوا شايفينها دي مع الرز البسمتي وطبق سلطة كده، حاجة تحفة. ولادك هيعشقوها. انا من وقت ما ابتديت اعمل الفراخ بالطريقة دي حرفيا ولادي بقوا يطلبوها مني باستمرار، يعني ما بقتش اعمل فراخ مسلوقة خالص. اعتمدت الطريقة دي في كل وصفات اللي فيها فراخ. اول حاجة معانا هنا فرخة متقطعة على 8 قطع زي ما انتوا شايفين كده. غسلت الفرخة كويس جدا بملح وليمون علشان نشيل منها كل الزفارة اللي فيها. بعد كده نجيب حلة ننزل فيها بمعلقتين من الزبدة، معلقتين كبار، ونبتدي نشوح الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث انها تاخد معايا صدمة من كل الاتجاهات وتحتفظ بالسوائل اللي فيها وتبقى جوسي معانا. بعد ما احمر الفراخ بالشكل دوت هبتدي اشيلها واحطها في طبق على جنب، وفي نفس الحلة هنزل بثلاث بصلات كبار متقطعين دوانح بالشكل دوت وهبتدي اشوحهم. انا هنا مقطعه معاهم قرن فلفل حامي، طبعا تقدري تستغنى عنه لو ولادك مش بيحبوه، بس بصراحة يعني بيخليها كده سبايسي شوية، حاجة تحفة. التوابل بتاعتنا هنا عبارة عن ايه؟ معلقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من البابريكا المدخنة. طبعا البابريكا المدخنة في الوصفة دي هقولك تحفة، بتديها طعم كده خطير. جربيها زي ما انا بعملها كده بالظبط هتعشقيها. هتاكلي البصل دوت قبل ما تاكلي الفراخ من جمالها. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة كبيرة او معلقة ونص من بهارات الفراخ المشكلة، وهشوح كده زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزة البصل يتكرمل، انا بس البصل يدبل معايا. بعد كده هاخد معلقتين كبار كده من البصل دوت احطهم في البايركس من تحت، وانزل عليهم بالفراخ بتاعتي اللي انا شوحتها، ارصها كده بالشكل دوت. وبعد كده هنزل باقي كمية البصل كلها على الفراخ بتاعتي اغطيها بيها. في الوصفة دي كل ما زودنا البصل كل ما ادتها طعم تحفة. انا عندي ولادي بياكلوا البصل قبل الفراخ من جماله لانه بيبقى مسكر جدا. طبعا انتوا عارفين البصل كل ما يستوي كل ما يديكي طعم تسكيرة كده جميلة في الاكل. كده هغطي الفراخ كلها بالبصل بالشكل دوت، وبعد كده هديها بس فنجان من المية، ما نزودش مية قوي، لان يعني هي لسه الفراخ دي هتنزل مية والبصل هينزل برضو مية، فيعني السوائل اللي هتنزل دي كلها هتسويلنا الفراخ كويس جدا. انا بس عشان بحب يكون معاها صوص كده لان هما بيحبوا ياكلوه مع الرز كده وبيغمسوه بالعيش، فاديتها فنجان واحد من المية، وهدخلها الفرن طبعا على درجة حرارة 200. هتاخد معايا حوالي نص ساعة في الفرن وهتكون استوت. بعد كده هتبتدي تولعي لها الشواية بس كده 3 دقايق ولا 4 دقايق، تاخد معاكي اللون الجميل اللي احنا بنحبه كلنا وتبقى جاهزة معاكي. هنا طبعا في نفس الحلة هنستغلها. حطيت هنا كوبايتين من الرز البسمتي غسلته، وهنا بقى كانت الفراخ استوت معايا بالشكل دوت، شايفين القمر. طبعا انا خليتها احمرت من اليمتين، قلبتها مرة على الجنب دوت ومرة على الجنب التاني كده لما خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. خرجت بقى من الفرن بالشكل دوت، هنقدمها طبعا فوق الرز كده. اعملي معاها بقى طبق سلطة خضرة كده، حاجة تحفة مع عيش هتاكليها، يعني حتى لو مش عايزة تعملي رز اعملي سلطة كده وعيش طري، والله العظيم بأمانة هتاكلي منها مش هتشبعي من جمالها. الصوص اللي نازل منها دوت بيتغمس كده، حاجة تحفة، حاجة في منتهى اللذاذة. البصل طعمه تحفة جدا. الفراخ طرية، شايفين لون الفراخ من جوه؟ الفراخ طرية مش ناشفة معاكي، على عكس الفراخ اللي دايما نعملها في الفرن وتلاقيها تنشف معانا. لا دي حاجة كده طرية وجميلة جدا. بس كده وبقدمها بالشكل دوت. ايه رأيكم في الجمال بقى؟ مفيش اسهل من كده ولا اطعم من كده. ومش شرط تقدميها، يعني ممكن مثلا لو عاملة خضار تعمليها جنب الخضار ورز، تعمليها مع مكرونة، اي حاجة. يعني ممكن في تستغلي الصوص اللي نازل دوت وتقطعي تحتيها كده بطاطس، جميلة جدا. يعني مش شرط دايما الفراخ نعملها وندخل فيها الطماطم. يعني انا واحدة من الناس مش بحب الفراخ في التتبيلة بتاعتها يكون فيها طماطم، بحس انها بالبصل بتكون مسكرة اكتر. شايفين الجمال بقى؟ حاجة كده تحفة وقمر.
وهتعجب ولادنا كلهم، يعني محدش هيعترض عليها فعلا. لو عجبك الفيديو بقى متنسيش تحطيلي لايك، وهستنى رأيك في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.